تخيل كده دكتور سترينج يصحى فجأة يلاقي نفسه في مصر القديمة، قدامه معابد ضخمة وأهرامات عملاقة والناس لابسة هدوم فرعونية واقفين حواليه مرعوبين. هو واقف بالكيب الأحمر وقلادة حجر الزمن بتنور، بيبص حواليه ومش فاهم ايه اللي بيحصل. الناس بدأت تبعد عنه بخوف. سترينج مركز وبيحاول يفهم هو فين، وفجأة رفع ايده وبدأ يعمل حركات سحرية بإيده وحجر الزمن بدأ يلمع. الحجر بدأ يطلع طاقة خضراء والرمل حواليه واقف في الهواء، والزمن نفسه بدأ يتلخبط والناس بدأت تجري وتصرخ من الرعب. الجنود أخدوه لقصر فرعوني ضخم، الملك قاعد على عرش ذهبي حوالينه حراس وكهنة. بص له وقال له انه محتاج مساعدته فورا، وقبل اي حاجة طلب منه يحارب اعداء جايين يهجموا على مصر. سترينج واقف قدام جيش كامل، رفع ايده وبدأ يعمل حركات سحرية وفتح بوابة ضخمة في الهواء. الجنود وقعوا فيها والناحية التانية كانت بحر، فوقعوا فيه واختفوا تماما. الناس اتصدمت وبدأت تهتف والكهنة سجدوا ليه واعتبروه إله. الملك قرب منه في هدوء وهمس له سر محدش سمعه، قال له ان الهرم مش مجرد مبنى، ده سر لازم يستخبى، وطلب منه يبنيه بسرعة باستخدام قوته. سترينج بص للهرم وبدأ يحرك ايده بسرعة وحجر الزمن نور بقوة، والهرم بدأ يتبني بسرعة جنونية والناس واقفة مصدومة. وفجأة الزمن خرج عن السيطرة، الهرم بدأ يشيخ ويتكسر وبعدين اختفى قدامهم، والناس صرخت من الرعب وكل حاجة حواليهم بدأت تنهار. وفجأة بوابة اتفتحت وطلع منها سترينج تاني، بص له وقال له ان كده لعب في الزمن. الاتنين بدأوا يعملوا حركات سحر بايديهم ودرع طاقة ظهر بينهم، وبوابات سحرية بدأت تتفتح وتخبط في بعضها، والزمن نفسه اتكسر في السماء والواقع حواليهم بدأ ينهار. سترينج ركز بكل قوته وبدأ يحرك ايده بهدوء واستخدم حجر الزمن عشان يرجع كل حاجة زي ما كانت. الاهرامات رجعت تاني والناس واقفة متجمدة من الصدمة. سترينج فتح بوابة واختفى فيها بس ساب وراه سر محدش فهمه. السؤال بقى هو ممكن فعلا دكتور سترينج يكون هو اللي بنى الاهرامات ولا دي مجرد صدفة؟ ادخل شوف فيديو الاكوان المتعددة وهتفهم ازاي تغيير واحد بس ممكن يعمل اكوان جديدة بالكامل.